نعمان العش، نائب في مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي. يعني في صفاقس نظمتم ندوة حول الحكم في الوقت الحاضر. ما هو طرح هذه الندوة؟ أولا اليوم احنا نجتمع بمناضلينا وبحتى المواطنين العاديين في صفاقس من أجل أنه نعطيه قراءتنا للواقع وأزمة الحكم الواقع اليوم في تونس ورهانات القادم. ربما معناتها شنو الانتظارات ربما اللي تنتظر تونس من الشيء اللي قاعد صاير اليوم، الانقسامات اللي صايرة في أكبر حزب، معناتها أكبر كتلة في البرلمان اللي هي منتخبة من الشعب. نحاولوا أنه من خلال القراءة هذه نبحثوا عن الحلول ونبحثوا عن واقع التيار اليوم في المشهد هذا السياسي. احنا اليوم نعتبروا أنه ما يحدث في تونس هو خطير جدا، لأنه مؤثر جدا على المواطن، مؤثر جدا على الحياة السياسية بالنسبة لتونس، ومؤثر على الانتقال الديمقراطي اللي قاعدة تعيشه تونس والديمقراطية الناشئة هذه. وربما خافوا من انزلاقات معناها ربما إلى مربع استبدادي ربما أسوأ من اللي احنا فيه اليوم. اليوم نشاهدوا معناتها في تعطل العمل الحكومي بسبب هذه النزاعات، ونشاهد أنه حتى مجلس نواب الشعب متعطل في لجان متاعه وحتى في الجلسات العامة. كيف معناتها أداء الحكومة معناتها متذبذب جدا، ما ثماش مؤشرات معناتها تشجع على الاستثمار، ما ثماش مؤشرات تشجع المواطنين على أنهم يتنفسوا حرية، لأنه لاحظوا أنه عديد الممارسات معناتها متاع عودة التعذيب ربما والتضييق على الحريات وعلى الحقوق هذا معناتها أصبح أمر واقع. الحقيقة التيار الديمقراطي اليوم في هالخضم هذايا قاعد يلوج على الحلول. لابد من بديل ثالث يعمل التوازن في المشهد السياسي، وباعتبار أنه ربما المنظومة الليبرالية أفلست، وكذلك حتى المنظومة الاشتراكية كذلك أفلست حتى على مستوى العالم. اليوم لابد من فكر آخر جديد، هو فكر اجتماعي ديمقراطي أو اجتماعي تضامني. هذا الفكر اللي ينادي به التيار منذ التأسيس متاعه، يدعو إلى العدالة الاجتماعية، ويدعو إلى توزيع عادل للثروة، ويدعو إلى الشفافية في التعامل مع الشأن العام، ويدعو إلى الحقوق والحريات واحترام القانون واحترام الدستور. اليوم تيار ديمقراطي ربما مع جملة من الأحزاب اللي تشبه له وتقرب له في التفكير متاعه، واللي ربما معناتها عندنا اليوم عديد المشاورات معناتها مفتوحة مع هذه الأحزاب. قد نلتقي ربما في بعض الأفكار وبعض الآراء، وربما نذهب إلى تحالفات أو جبهة ربما، يعني تسعون إلى تحالفات جديدة ربما هذا وارد جدا. الحقيقة التيار الديمقراطي كحزب يامن بالمؤسسات معناها والهياكل متاعه داخل الحزب. المفاوضات هذه قاعدة تتم على مستوى المكتب السياسي، ولكن القرار النهائي هو للمجلس الوطني للحزب الذي سيلتئم إن شاء الله آخر هذا الشهر. ربما تكون ثم قرارات جديدة إن شاء الله. هل تعتقد أن هذا الصراع هو صراع في يعني داخل نداء تونس؟ هو في اعتقادي شخصيا هو صراع حول الكراسي وحول المناصب. هل تعتقد أن هذا الصراع سيحرق بين ظفرين رأسي الصراع حافظ السبسي ومحسن مرزوق؟ وربما أنا لست سياسيا ولا متضلعا في السياسة، وإنما أرى ربما أن محسن مرزوق يسعى إلى يعني ربما تكوين حزب آخر، لأنه ربما شعر بأن حزب نداء تونس هناك من يقول أنه بين ظفرين هو حزب لقيط، ولكنه ربما سيموت بذهاب السبسي. أنا أعتقد أنه نداء تونس مات وانتهى، هو في حالة موت سريري. لم يعد هناك تنظيم اسمه نداء تونس، هناك مجموعة من النواب اللي وقع انتخابهم من الشعب
وهما اللي يمثلوا نداء تونس فقط. هذا هو، لكن كهيكل كبناء معناتها حزبي غير موجود. اليوم وصلت الصراع إلى مرحلة خطيرة جدا، إلى طريق لا عودة، ووصلت استعمال معناتها العنف واستعمال الهروات، وهذا خطير جدا. الحقيقة ربما زوز أطراف، شكون صحيح شكون الغلط، هذه مسألة ما تعنيناش احنا. بالفعل ثم عديد السيناريوهات ربما ممكن تقع. احنا نسمع حتى انه مهدي جمعة ربما على الخط وقاعد يتحرك ربما في اطار سيناريو لبناء حزب جديد. لكن كلام تجيبني عن يعني مقاصد محسن مرزوق، هو ينوي ربما يعني بعث حزب جديد. قد يكون الشق نتاع محسن مرزوق ربما يتحالفوا مع مهدي جمعة ويعملوا حزب آخر جديد حتى مع الخارج. هذا ممكن، ولكن احنا بالنسبه لنا ما نجموش نقراو معناتها افكار الاخرين بطبيعه الحال. لا هذه قراءات، مجرد قراءات افتراضات، يعني افتراضات. دعنا يعني نصل الى السؤال الاخير. نحن في صفاقس، وانت تعرف موقفي شخصيا من ان صفاقس هي ولايه، اقول ولايه ولا اقول مدينه، هي ولايه مهمشه. ولولا صفاقس في السنه الماضيه بما يعني أنتجته من زيت الزيتون لانهار الاقتصاد تماما، لأنها ساهمت على الأقل في رفع الاقتصاد التونسي شيئا ما وأنقاذه من الانهيار تماما. ثم هل أن قضيتنا هي قضية يعني رضا الجوادي في صفاقس التي أصبحت يعني ظاهرة منتشرة في هذه البلاد؟ هل يعقل هذا أنه نحن مسلمون وأن جامع سيد اللخمي للمرة الرابعة على التوالي شعائر صلاة الجمعة لا تقام في هذا المسجد؟ هل هي قضيتنا هذه؟ هي ليست قضيتنا، لدينا قضايا أعمق من ذلك، ولو أنه القضية هي جوهرية في إقامة صلاة الجمعة وليست في عودة أو عدم عودة رضا الجوادي. ما هو موقفكم كتيار ديمقراطي؟ طبعا نحن تحاشينا في منذ البداية، أو ما كناش عندنا تصريحات كثيرة حول هذا الموضوع، باعتبار أن الموضوع نعتبره موضوع مفتعل وغير قابل للمزايدات، وهو أصلا موضوع لا يعني المواطنين في صفاقس، باعتبار أن القضية قضية عزل الإمام أو عدم عزله هذه مسألة ثانوية جدا قدام المشاكل اللي تعيشها تونس، قدام المشاكل اللي تعيشها صفاقس من حيث التنمية، من حيث البنية التحتية، من حيث يعني عديد المشاغل اللي عندنا في صفاقس اليوم أكبر بكثير من قضية إمام في جامعة. الإسلام ليس في خطر بإقالة إمام أو وضع إمام آخر. المسألة كلها مسألة تصارع على السلطة وتصارع على شكون يحط يده على المساجد، سواء نداء تونس أو النهضة. شكرا لكم.